التنمية المجتمعية والتعليم المستمر، حضرة الأستاذ يوسف مسالمة ممثل عن لجنة الانتخابات المحلية، حضرة الأستاذ محمد مسالمة ناشط مجتمعي ممثل ومتحدث معنا اليوم ضمن الجلسات، مجموعاتنا في المناطق أهلا وسهلا فيكم، شركائنا وضيوفنا بنرحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. وبالتأكيد بنحب كمان نرحب بضيوفنا من جامعة فلسطين الأهلية، وكمان هم أعضاء الهيئة العامة ضمن جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. نجتمع اليوم في مناظرة عامة حول قانون الانتخابات الفلسطيني الجديد المعدل لعام 2025 ضمن مشروع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وخير ما نستهل به هذا اللقاء هو السلام الوطني الفلسطيني. دعوني أتفضل بالوقوف للسلام الوطني الفلسطيني بعد إذنكم. شكرا لكم. تأتي هذه المناظرة إيمانا بدور الحوار الواعي والمبارزة الفكرية ضمن إطار تعزيز الوعي الانتخابي والسياسي والديمقراطي في فلسطين، ولترسيخ ثقافة المشاركة والمساءلة والاختلاف وتقبل الرأي والرأي الآخر، وفتح المجال أمام الشباب والطلبة للتفكير النقدي في قضايا جدلية مجتمعية عمالنا بنعاصرها بمجتمعنا في فلسطين. مقولة المناظرة لليوم: يرى هذا المجلس أن وجود نظامين انتخابيين مختلفين للمجالس البلدية والمجالس القروية ضمن القانون المعدل الجديد يراعي الواقع الفلسطيني. ضمن هذه المناظرة رح يكون معنا فريقين، فريق مؤيد لهذه المناظرة وسيطرح حجج تؤكد أنه يراعي الواقع الفلسطيني، وأيضا عندنا الفريق المعارض المشكلجي اللي رح يحكي لا يراعي الواقع الفلسطيني طبعا ضمن أسباب وحجج رح يطرحوها علينا اليوم. قبل ما نبدأ هاي المناظرة عشان نوضح هيك إطار بسيط عن الموضوع، سابقا كان القانون يحتوي على نظام انتخابي واحد موحد للمجالس البلدية والمجالس القروية، نظام القوائم المغلقة. اليوم صار في تحديث وتعديل على هذا الموضوع ناتج عن بعض الدراسات والاحتياجات ودراسات سابقة لتجارب انتخابية سابقة صارت، وارتأى التعديل انه يكون في عنا مرونة في النظام الانتخابي، فخلقوا نظامين مختلفين: نظام المجالس البلدية اللي هو نظام القائمة المفتوحة النظام النسبي، ونظام المجالس القروية اللي هو الأغلبية والفرد. فبالتالي هاي التعددية وهي المرونة التشريعية هل تستجيب حقيقة للواقع الفلسطيني وبتلائم الواقع الفلسطيني؟ هذا اللي رح نتباحثه اليوم خلال المناظرة، وخلال أيضا التعقيب ما بعد المناظرة اللي رح يصير مع متحدثينا خلال الجلسة. ولا بضيف تعقيد إجرائي إداري تشريعي، هذا التعقيد يسقط على الناخب ويسقط على المرشح ويسقط على القوائم ويسقط لاحقا على المجتمعات المحلية. هيك مواضيع هي مواضيع كثير دارجة اليوم، ولسان حال الشعب اليوم رح نعكسه من خلال مناظرينا التابعين لنادي مناظرات جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر. قبل ما أرحب فيهم وأعرف عنهم بحب أنوه: أي شيء يذكر من خلال مناظرينا اليوم ليس بالضرورة أن يعبر عن وجهة نظرهم الحقيقية، هي فقط
لعب أدوار حتى نطرح القضايا المجتمعية، فما تحقدوا عليهم وما تسألوهم ما بعد المناظرة. خلوني أرحب في فريق الحكومة بداية بمحمد الشيخ المتحدث الأول وأنس شمروخ، حيوهم لو سمحتوا. وأيضا فريق المعارضة بداية بميار الحموري ومحمد كوانين. أهلا وسهلا بكم، تفضلوا مشكورين. أهلا وسهلا. جمهور أنس حاشد النية. قبل ما نبدأ بالمناظرة بحب أنوه لكل متحدث معنا فترة زمنية اللي هي مدتها 3 دقائق. كمان بحب أكد إنه رجاءً ممنوع المقاطعة أثناء حديث المناظرين، ورجاءً نصغي ونستمع لمداخلات المناظرين. بالإضافة رح يكون في مجموعة أسئلة رح أطرحها أنا لمجموعة المناظرين والفريقين اللي موجودين معنا. فأهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا اليوم. المناظرة رح تبدأ مع فريق الحكومة، المتحدث الأول محمد الشيخ، ثم ننتقل لمتحدث أول من فريق المعارضة، ثم متحدث ثاني ومتحدث ثاني، ونختتم المناظرة وبطرح أسئلة، ولاحقا بصير عندنا تعقيب. لاحقا رح نفتح المجال لمشاركة الجمهور، فأي سؤال بخطر على بالكم حابين تطرحوا سواء للمناظرين أو للمعقبين الرئيسيين يفضل إنه تكتبوا هذا السؤال. نبدأ معك؟ يلا احنا بدأنا واستمتعوا بالمناظرة. تفضل. يعني أنا بفضل كيف ترتاحوا. جميعته أحسن يعني. الطبيب لا يعطي كل المرضى نفس الدواء، ليس لأنهم غير متساوين، بل لأن العدالة في العلاج تعني مراعاة اختلاف الحالة. بهذه الفلسفة الخاصة بالدواء والطب أبدأ مناظرتي بهدية لفريق المعارضة التي تقوم عليها مناظرتي. السادة المحكمين، الزميلات والزملاء، الحضور الكريم، أبدأ معكم أنا المتحدث الأول في فريق الحكومة، أنا الذي إن تكلمت أنصتت لي الإنس والجان واهتزت لكلماتي سلاسل الجبال، فكيف بفريق المعارضة؟ على فكرة صوت تخبيط الركب طالع من جهتكم يا فريق المعارضة. نقف اليوم لنؤكد أن ما بين أيدينا ليس قانونا جامدا، بل قانونا معدلا عدل لأن الواقع الفلسطيني فرض نفسه، لا لأن النص فشل. حضرات السادة، القانون لم يعدل ضعفا، بل نقح بعد تجربة وتغير بعد قراءة واعية للمجتمع. القانون المعدل رقم 23 لسنة 2025 هو قانون جديد يحدد نظاما انتخابيا مختلفا في المجالس القروية التي تمتاز بالأغلبية البسيطة، لنظام مختلف ثاني في المجالس البلدية، قوائم نسبية مفتوحة. فالمدينة الفلسطينية ليست قرية، والقرية الفلسطينية ليست مدينة. من يتجاهل هذا الفرق كمن يتجاهل حقيقة أن البرشا سيهزم فريق العاصمة اليوم. كيف يعقل أن تخضع بلدية لمدينة مكتظة بتنوع سياسي وضغط خدماتي هائل لنفس النظام الانتخابي الذي يطبق في المجالس القروية؟ هذا ليس عدلا بل تبسيط مخل. وبهذا سأبدأ الحجة الأولى. اختلاف الواقع الديمغرافي والاجتماعي بين المدن والقرى الفلسطينية. ببساطة
إن وجود أبو الطعقور وأبو نايف في مسلسل الخربة لهو أكبر مثال واقعي على أن النظام الانتخابي في القرية لا يشبه المدينة في شكله العام. حضرات الحضور، التعديل في القانون ليس ضعفاً بل ذكاء تشريعي وجرأة سياسية. إن كان القانون القديم مناسباً لما عدلناه، لكن الواقع أثبت أن النصوص الجامدة تفشل أمام واقع حي ومعقد. القانون المعدل اختار أن يراعي الواقع لا أن يفرض عليه، اختار أن يحقق العدالة والفعالية لا أن يرضي من يريدون التساوي شكليا دون مراعاة الفروقات الواقعية. في الختام أيها الحضور الكريم، جميعنا يعلم أن المساواة لا تساوي العدل. أنا وأنتم والدستور والمجتمع يؤمن بالعدل إلا فريق المعارضة ومن والاهم. من يهاجم هذا القانون ليس فقط يهاجم نصاً بل يهاجم الواقع نفسه ويختار الجمود بدل العقل. إن وجود العقل للإنسان ليحلل ويفكر ويستنتج أفضل القرارات لتتكيف مع اختلافات المجتمع لا لأن يجمده وبعدها راسه يصير قاسي. عقلت المثل راسه قاسي يصير الكسرة. وشكرا. حين يختلف النظام الانتخابي تختلف قيمة الصوت، وحينما تختلف قيمة الصوت تمس العدالة. حضرة الميسرة، السادة الحضور، الزملاء الأعزاء، المقولة المطروحة أمامنا اليوم تفرض أن وجود نظامين انتخابيين مختلفين للمجالس البلدية والمجالس القروية في القانون المعدل يراعي الواقع الفلسطيني، ونحن في فريق المعارضة نرفض هذه المقولة، لا لأننا ننكر خصوصية الواقع الفلسطيني، بل لأننا نرى أن هذا الاختلاف لا يحقق العدالة الانتخابية ولا يطور هذا الواقع كما يفترض. ولكن قبل أن أبدأ يجب أن نتطرق إلى بعض التعريفات المهمة التي لا بد أن زميلي يغفل عنها. بداية، الواقع الفلسطيني هو واقع سياسي واجتماعي واحد تحكمه منظومة قانونية واحدة، ويقوم على مبدأ وحدة المواطن الفلسطيني والمساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق السياسية، وعلى رأسها حق التصويت والترشح وقيمة الصوت الانتخابي دون أي تمييز قائم على مكان السكن. أما بالنسبة إلى التعريف الثاني وهو يراعي الواقع الفلسطيني، تعني أن يعكس القانون وحدة المواطن الفلسطيني ووحدة الحق السياسي، وأن يعالج خصوصية الواقع الاجتماعي والسياسي بأدوات قانونية تعزز العدالة والمساواة وتكافؤ قيمة الصوت الانتخابي، لا أن يكرس قانونا أو يبرر اختلاف حقوق الانتخابية على أساس مكان السكن. ومن المهم التأكيد منذ البداية أن لجنة الانتخابات المركزية جهة تنفيذ محايدة تعمل وفق قانون النافذ، ونقاشنا اليوم ينصب على النص القانوني وآثاره لا على الجهة التي تطبقه. وسوف أبدأ أنا بالحجة الأولى والثانية، ولاحقا زميلي سوف يكون الحجة الثالثة والرابعة. حجتي الأولى: اختلاف النظام الانتخابي يخل بمبدأ التكافؤ وتأثير الصوت وفق القانون المعدل. تم اعتماد نظام تمثيل نسبي بالقوائم المفتوحة في المجالس البلدية ونظام الأغلبية الفردية في المجالس القروية، وبذلك فإن المواطن الفلسطيني هو يمارس الحق السياسي ذاته ويقوم بذلك وفق آليتين مختلفتين تبعا لمكان سكنه. في البلديات يتم التصويت ضمن إطار قوائم وتحتسب الأصوات بالنظام النسبي، ما يسمح بتمثيل أكثر من توجه داخل المجلس. أما في المجالس القروية فيتم التصويت لأفراد دون نظام تمثيل نسبي، ما يجعل أثر الصوت الانتخابي أكثر محدودية. ومن موقعنا كمعارضة نرى أن هذا التفاوت غير مبرر، لأن اختلاف المكان لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف في تأثير الصوت أو قيمة تمثيله. وهذا الموقف لا يستند فقط إلى رأي سياسي، إذ تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 حول الحوكمة المحلية في فلسطين إلى أن العدالة الديمقراطية تقوم على تكافؤ تأثير الصوت الانتخابي،
وأن تعدد القواعد والآليات الانتخابية داخل النظام الواحد قد ينعكس سلبا على هذا المبدأ وعلى جودة التمثيل الديمقراطي. أما بالنسبة للحجة الثانية ألا وهي النظام الفردي في القرى يضعف البعد التغييري للعملية الانتخابية. الانتخابات المحلية ليست مجرد آلية اختيار أشخاص، بل هي وسيلة لإنتاج سياسات محلية وبرامج ورؤى تنموية في القرى الفلسطينية حيث المجتمع مترابط اجتماعيا. بل اعتمد النظام الفردي يجعل المنافسة الانتخابية تميل بطبيعتها إلى طابع شخصي واجتماعي أكثر من كونها منافسة بين البرامج وخطط العمل، وهذا لا يعد خللا اجتماعيا. لكننا كمعارضة نرى أن طبيعة هذا النظام لا تشجع على العمل البرامجي كما ينبغي، وبالتالي قد تحد من قدرة الانتخابات على إحداث تغيير فعلي في أداء المجالس المحلية. إذا كانت غاية الانتخابات هي التطوير والمساءلة، فمن المشروع أن نتساءل إذا كان هذا النظام هو الأداة الأنسب لتحقيق الهدف أم لا. وفي الختام أريد أن أقول لكم السيدات والسادة من موقعنا في فريق المعارضة نؤكد أن مراعاة الوضع الفلسطيني لا تعني الاكتفاء بوصفه، بل تعني العمل على تطويره بقواعد انتخابية أكثر عدالة وشمولية. إن وجود نظامين انتخابيين مختلفين يخلق تفاوتا في تأثير الصوت الانتخابي ويضعف مبدأ المساواة ويحد من دور تغيير العملية الانتخابية. ولهذا نرفض هذه المقولة ونؤكد أن العدالة الانتخابية تبدأ عندما يكون الصوت واحد وتأثيره واحد وحقه متساويا لجميع المواطنين. وشكرا لكم. الحضور الكريم، أصحاب المقامات والوجوه الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل صدق ما سمعناه قبل قليل لا يشبه واقعنا الفلسطيني، يشبه فكرة جميلة لكن بلا أرض تقف عليها. من يتحدث عن نظام انتخابي واحد للجميع يتحدث وكأن القرية نسخة مصغرة للمدينة، وكأن فلسطين تدار من غرفة واحدة وبعقلية واحدة وبمشاكل متطابقة. وهنا نطرح السؤال الحقيقي: هل نريد قوانين ترضي الخيال أم قوانين تعمل على الأرض؟ القوانين لا تصاغ لإرضاء الشعارات بل لمعالجة الواقع، والواقع الفلسطيني لا يضار بعقلية النسخ واللصق. المقولة لا تقول إن الفلسطينيون مختلفون في الحقوق، بل تقول إنهم مختلفون في الواقع، ومن لا يرى هذا الاختلاف فهو لا يرى فلسطين كما هي. وجود نظامين انتخابيين للمجالس البلدية والقروية هو اعتراف شجاع بأن العدالة لا تقاس بالتشابه بل بمدى قدرتها على تمثيل الناس كما هم لا كما نريدهم أن يكونوا. وهنا نصل إلى الحجة الثانية: ضمان تمثيل عادل وفعال لكل منطقة. إن العدالة الانتخابية لا تتحقق عندما نخضع الجميع لنظام واحد، بل عندما نضمن أن لكل منطقة نظام يفهمها ويشبهها. فالمدينة والقرية تختلفان في الحجم والبنية وأنماط المشاركة، وفرض نظام واحد عليهما يعني إقصاء صوت أحدهم. فريق المعارضة: نحن لا نبحث عن قانون مرتب على الورق، نبحث عن تمثيل عادل وفعال في الواقع. المدينة تحتاج نظاما يحتمل التعدد السكاني، والقرية تحتاج نظاما يحمل المشاركة لا يخنقها بالقوانين الصارمة. ومن يطالب بنظام واحد يطالب عمليا بفشل أحد الطرفين وربما الاثنين معا. عندما فرضت أنظمة صارمة على القرى ماذا كانت النتيجة؟ صناديق شبه فارغة ومشاركة ضعيفة ومجالس بلا روح. ثم يأتي من يقول المشكلة ليست في النظام. لا، المشكلة ليست في الناس، المشكلة في نظام لا يفهم الناس. فريق المعارضة يخاف من كلمة المرونة، وكأن القانون يجب أن يكون حجرا صلبا
لا يتحرك، لكن الحقيقة البسيطة القانون الذي لا يتكيف ينكسر. والنظامين الانتخابيين هما تكيف ذكي مع فوارق حقيقية لا ترف تشريعيا. الحديث عن إلغاء تأثير العائلة بنص قانوني هو حديث جميل لكنه ساذج. القرابة في القرى ليست خطأ قانونيا بل حقيقة اجتماعية. القانون المعدل لم يشرعنها بل وضعها داخل الإطار المنظم بدل أن تظل قوة خفية تحكم من خارج النص. هذا التعديل لم يأتي بالفراغ بل جاء بعد تجارب، إخفاقات وفروقات واضحة. الفرق هنا بسيط، هناك من يتحدث عما يجب أن يكون ونحن نتعامل مع الذي كان وما أثبت فشله. القانون المعدل عرف المجالس بوضوح، فرق بين البيئات بوعي، عالج الواقع بدل الهروب منه، وهذا ما يفترض أن يغطيه أي تشريع قانوني محترم. زملائي فريق المعارضة، من السهل المطالبة بالمساواة لكن الأصعب هو تحقيق العدالة، ومن السهل إنكار الفوارق لكن الشجاعة الحقيقية هي في تنظيمها. وجود نظامين انتخابيين مختلفا ليس ضعفا ولا تنازلا بل قرار واعٍ يحترم الإنسان الفلسطيني حيث هو لا حيث ما نتخيله. وفي الختام، ليس كل مساواة عدلا لكن كل عدل منصف. دمتم في حياة عادلة. يعطيكم العافية جميعا. اليوم فريق الحكومة جاي يحاول يقنعنا أن التنفيذ هو مراعاة للواقع، كأنهم بيبيعونا مية في حارة السقايين. بيسموا التشتت مرونة وبيسموا التعقيد واقعية، بس الحقيقة اللي الكل شايفها إلى فريق الحكومة طبعا إنه هذا القانون مش جاي يراعي الواقع، هذا جاي يكرس الوجع ويشرع التفكر. جايين يحكونا عن خصوصية القرية والمدينة كأننا بنحكي عن كوكبين مختلفين، كوكب المدينة وكوكب القرية، مش شعب واحد تحت احتلال واحد. قبل ما ادخل بحججي خليني امر سريعا على الاوهام اللي طرحها فريق الحصر. زميلي بيحكي للطبيب بيعطي دواء مختلف باختلاف المرض، بس يا زميلي المشاكل تواجهها الهيئات المحلية هي مشاكل تقنية وخدماتية واحدة، كهرباء، مي، طرق وغيرها، فخذ دواك يا زميلي بتحتاج اكثر مني. قالوا ان النظام بيعطي استقلالية شو؟ لما تحط شروط معقدة في قرية بسيطة، انت مش تعطيها استقلالية، انت بتخنقها وتحرمها من الكفاءات لانك عقدت القوانين. خلينا نبلش بحجتي هسه. الحجة الأولى العبء الإداري والرقابة بين قوسين الشفافية. أولاً فريق الحكومة نسي إن الإدارة مش لعبة ليكم، لما يكون عندك نظامين مختلفين أنت فعلياً تخلق كابوس إداري. تخيلوا لجنة الانتخابات المركزية بدل ما تشتغل بآلية موحدة وواضحة بتصير بدها ميزانيات مضاعفة وتدريب مضاعف ورقابة معقدة. وفقا للجنة الانتخابات المركزية لعام 2025 في فلسطين حوالي 450 هيئة محلية. أنت متخيل حجم الإرباك؟ لجنة الانتخابات بتدير عمليتين انتخابيتين بأنظمة وقوانين وآليات فرز مختلفة عن 450 هيئة في نفس الوقت. هذا مش إدارة، هذا وسط للفوضى. هذا التشتت هو البيئة المثالية للفوضى. لما تضيع الطاسة بين القوانين البلدية وقوانين القرية، الرقابة بتضعف والشفافية بتصير بخبرك. مين راح يحاسب مين؟ ولا بدنا المواطن يحمل كتالوج قوانين عشان يعرف حقه بالانتخابات؟ حضر خبراء انتخابيون مثل عادل جفار من أن تعقيد النظام الجديد قد يرفع نسبة الأوراق الباطلة من 3% بين قوسين في الأنظمة السابقة إلى ما بين 10% و15% في النظام الجديد. أنتوا بتحكوا عن مراعاة واقع، إحصائياً أنتوا بتضيعوا أصوات 15% من الشعب بسبب تعقيد القوانين اللي لا بتفهمها غير النخبة. الحجة الثانية تعزيز الانقسام الجغرافي والفصائلي. ثانياً وأخطر من هيك، هذا القانون هو رصاص الرحمة على وحدة النسيج الفلسطيني. إحنا بنعاني من انقسام سياسي وجغرافي حد حيلنا. بدل ما القانون يجي يوحد المعايير المواطنة بين ابن المدينة وابن القرية، جاي يقدر يحكي لكل واحد فيكم أنتم غير. هذا التقسيم بيخلي الفصائل والعشائر تلعب في ملعبها صغير تتقوقع فيه. وبدل ما ننتخب على أساس مين الأكفأ لخدمة الوطن، بصير ننتخب على أساس شو قانون منطقتي.
فريق الحكومة اليوم بقدم هدية على طبق من ذهب لكل حدا بده يجزي المجزأ. هذا مش قانون مراعاة واقع، هذا قانون تثبيت انكسار، تعميق الفجوة بين مدن وقرونا. بختام قولي، الواقع الفلسطيني محتاج وحدة حال، مش قوانين فصل ويلبس على مكاس فلان وعلان. اللي بيراعي الواقع فعلا هو اللي بيبني مؤسسات قوية، قانون واحد بيحترم المواطن وين ما كان، مش اللي بيخلق أنظمة مشوهة بتزيد الأبع بتمزق الشعب. يعطيك العافية. منيح ما انتم مرشحين لمجالس يا جماعه. طيب رح نوجه سؤالين، سؤال موجه لفريق الحكومه اللي بيأيد بانه وجود نظامين هو يراعي الواقع الفلسطيني، وسؤال لفريق المعارضه. سؤالي لفريق الحكومه، في ظل الطبيعه العائليه للمجتمع القروي، كيف بمنع النظام الفردي إعادة إنتاج النفوذ التقليدي بدلا من تعزيز المساءلة سواء الاجتماعية، الديمقراطية، الانتخابية؟ هل ممكن يكون عن جد فعال؟ أولا شكرا على السؤال، شكرا للحضور. بالأساس السؤال نفسه بدعي إلى المحاسبة. احنا لما نحول لنظام فردي احنا بنحول من أداة نفوذ لأداة محاسبة. احنا بشكل عام بدنا مساءلة مباشرة. احنا لما نيجي نحاسب ما بدنا نحاسب كوتا، ما بدنا نحاسب الكل، ما بدنا حدا يتخبى ورا حدا. انا لما بدي احاسب المسؤول عني في القائمة الانتخابية بحاسبه باسمه بالوظيفة اللي قام فيها، وهذا راح يعكس دورا ايجابيا على المجتمع. لان لو كل فرد شعر بأنه سيحاسب على القيام بالمهام المطلوبة منه سيقوم عليها بأكمل وجه على النقيض التام. لو كان المحاسبة على الكوتا الكاملة أو على الأعضاء الكاملين فسيتقاعس بعض الأشخاص عن أداء بعض المهام. إن في هذا التشريع الجديد القانوني نبحث المسائل القانونية المباشرة التي كانت مغيبة كثيرا بسبب التخفي في دور الأشخاص لبعضهم. وشكرا. شكرا. أيوة. السؤال الآن موجه لفريق المعارضة. فريق المعارضة رافض فكرة وجود نظامين انتخابيين مختلفين. إذا كنتم ترفضوا هذا التعدد في النظام الانتخابي، كيف بتفسروا اختلاف البنى الاجتماعية والديموغرافية بين القرى والمدن بدون ما ينعكس هذا على النظام وشكل النظام والأنظمة الانتخابية؟ بداية احنا ما بننكر اختلاف البنى الاجتماعية والديموغرافية في المجتمع الفلسطيني. تفسيرنا لرفض تعدد الأنظمة هو أن المواطنة ما بتتجزأ. القانون بخاطب المواطن الفلسطيني بصفته السياسية والقانونية مش بصفته الجغرافية والعشائرية. زي ما ذكرت قبل شوية، المشاكل بتواجه المجالس المحلية هي مشاكل تقنية وخدماتية واحدة، مي، كهرباء، طرق وغيرها، مش مشاكل قائمة على حسب منطقتك الجغرافية وصفتك العشائرية وغيرها. شكرا. جمهورنا كثير بحب انه انتم تكونوا منصتين حقيقة للنقاط اللي عمالها بتنطرح بالاجابات والنقاط المطروحة. بحب نحيي كمان مرة تحية كثير كبيرة للمناظرين. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا.